بكم أعزائي مشاهدين جريدة نبض الوطن الرسمية. النهاردة في يوم حافل مليء بنجوم السماء وتلألؤاتها في سماء الوطن العربي وفي مصر. حقيقي النهاردة يوم مميز في مؤتمر 100 شخصية ذو أثر أو 100 شخصية مؤثرة في المجتمع العربي. النهاردة طبعا زي ما تعودنا من نبض الوطن دايما بتسلط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع العربي وبالأخص في مصر العزيزة. فحبوا ان هم يسلطوا الضوء بشكل جميل قوي وايجابي ويجمعوا لنا 100 شخصيه ذو اثر ايجابي عشان يكرموهم. واول شخصيه معانا دلوقتي طبعا استاذ احمد المسلمي، رئيس ومؤسس الشركه المصريه الهندسيه، صح كده يا استاذ احمد؟ والمصاعد، شركه مصاعد رويال ليفت. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا وسهلا بيك يا استاذ شيماء، وانا سعيد جدا بوجودي معاكم. اللي ما يعرفش استاذ احمد المسلمي شخصيه مكافحه، يمكن صغير في السن يعني شويه ولكن كبير في المقام للي انشأه ولمشواره اللي سعى فيه من الصفر لغايه ما بقى عنده اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، مش عايزين يعني نحسد. الشركه المصريه الهندسيه، وكمان شركه ليها مقر الرئيسي والاداري في السعوديه، والمقر الاخر هنا في مصر في الزقازيق وفي الاسكندريه، صح كده؟ ولا في الزقازيق؟ 6 اكتوبر، عفوا 6 اكتوبر. هذه الشركه بتوفر كل ما يخص المصاعد، صح كده؟ احنا بدأنا الشركه المصريه للاعمال الهندسيه في سنه 2009، من زمان، من وانا كنت يمكن يعني من بدايه التخرج وبدايه الشغل وبدايه الكلام ده كله حبيت ان انا ادخل في مجال العمل الخاص. ما حبيتش ان انا استنى وظيفه حكوميه، ما حبيتش ان انا استنى اي حاجه، واشتغلت. فكره الشركه او فكره دخول المجال المصاعد، مجال المصاعد هو من المجالات الجميله جدا. مجال الكتروميكانيك، مجال فيه ابداع، فيه تحويل شويه حديد وشويه حاجات ممكن تكون ملهاش قيمة لحاجة تانية بتخدم ناس كتيرة جدا. المصاعد نفسها كمصاعد هي وسيلة انتقال بتخدم آلاف البشر، ملايين البشر يوميا. فيها فكر جميل جدا خاص بالسيفتي، خاص بالتكنولوجيا المتطورة بتاعت المصاعد، والتطور فيها تطور مستمر وليس تطور يعني بيقف عند حد معين. لما بديت الشركة دي أنا بديتها ببساطة شديدة جدا، بدون رأس مال كبير، بدون أي حاجة، ولكن كان دايما عندي هدف وعندي طموح إن أنا عايز أوصل لحاجة كويسة، عايز أوصل للعالمية. يمكن النهاردة إحنا في الشركة المصرية للأعمال الهندسية أسسنا بالشراكة مع أخي وصديقي المهندس عبد اللطيف الشدوخي من السعودية. أسسنا شركة تانية في السعودية اللي هي شركة مصاعد رويال المحدودة. أسسنا مصنع رويال هنا في مصر في 10 من رمضان. عندنا خط إنتاج بتاعنا مع واحدة من أكبر الشركات العالمية، بمعنى كلمة العالمية في العالم. هو حضرتك طبعا يعني وضحت لنا، وبرضه بنوضح للسادة المشاهدين، أول ما بدأت بالمصرية للهندسية. وطيب عرفنا كده كانت بدايتها إزاي؟ وبرضه يعني أنا عايز أسأل سؤال فضولي بصراحة. حضرتك قلت ما استنيتش الوظيفة ورحت واشتغلت. أول شغلانة لأحمد المسلمي مع حفظ المقامات طبعا كانت إيه؟ أول شغلانة ليا كانت اشتغلت في المبيعات، اشتغلت مندوب مبيعات. واشتغلت مندوب مبيعات وما استعيبتش نهائي الموضوع ده، بالعكس شغلانة جميلة جدا وأنا شخصيا بحبها جدا وبحب أمارسها لحد النهاردة. يعني دايما في الاجتماعات الكبيرة أو صغيرة، محدش الشغل ما فيش فيه كبير وصغير. في أي اجتماع خاص بمناقشات، خاص بتفاوض، خاص بكلام زي كده، أنا شخصيا بحب أحضر جدا الحاجات اللي زي كده. وده اللي خلى حضرتك تخش برضو شويه في مجال التنميه الذاتيه واللايف كوتش شويه، ولا ايه؟ عرفنا كده معلومه كده يعني في الخباثه، يعني ان حضرتك دخلت برضو في المجال ده. فهل ايه السبب ورا ان حضرتك دخلت مجال التنميه الذاتيه برضو ولو حتى سريعا؟ طيب هو ما اعرفش جبت المعلومه دي منين فعلا بجد. هي القصه ان انا كنت اشتغلت في اول وانا لسه في الكليه قبل ما اتخرج، كان جالي شغل في منظمه من المنظمات العالميه، منظمه من المنظمات الدوليه. فكانوا هم بيهتموا جدا 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 بموضوع
موضوع التطوير. فكانوا كل ما بيعديش شهر غير لما بنكون واخدين دورات معينه او واخدين حاجات معينه، سواء في الكوميونيكيشن، في التايم مانجمنت، في كل المجالات المتعلقه بتنميه المهارات او تنميه وتطوير العنصر البشري. اتمنى ان انا اكون بقدر اوصل المعلومه بصوره كويسه، فنتيجه التدريب حبيت ان انا برضو اوصل اللي انا خدته للناس. فكان الموضوع في اكتر من حاجه، كان الموضوع في اكتر من حزب، وكان الموضوع في اكتر من جمعيه زي جمعيه رساله وغيرها. اللي كنت بدي الكورسات دي فور فري، يعني من باب ان الواحد زكاة علم زي ما بيقولوا يعني. ونفع الناس، ربنا ينفع بحضرتك. طيب نرجع بقى للمصريه الهندسيه. المصريه للاعمال الهندسيه، ودي حاجه بقى انا اول مره اتكلم فيها في الاعلام. المصريه للاعمال الهندسيه بدايه نشاتها وبدايه تاسيسها كانت بيني وبين، مش صديق عمري ده، بيني وبين اخويا الكبير واللي انا شخصيا بحترمه جدا وبقدره تقدير غير طبيعي. كان اخويا الاستاذ احمد بدوي، وهو واحد من رجال الاعمال المعروفين هنا في البلد. الاستاذ احمد بدوي انا كنت قاعد بتكلم معاه، دي فكره نشاه المصريه، دي اول مره على فكره اتكلم في الميديا، ولو ان كل الناس القريبين مني يعني ما بنكرش يعني الفضل يعني الاهلي. كنت قاعد وبتكلم معاه وبقول له انا بفكر ان انا اعمل بزنس، وبفكر ان انا اعمل كلام زي كده، ومش عارف ابدا بدايه بسيطه ولا اخد قرض ولا اخد كلام زي كده. قال لي انت محتاج كام علشان تاخد قرض؟ قلت له محتاج كذا. قال لي طب ما ادخل معاك. واول ما الشركه وقفت على رجلها، واول ما الشركه بدات ان هي تحقق ارباح، واول ما الشركه كلام زي كده، قال لي انا لو كنت اديتك فلوس كنت هترفض. وخد راس المال اللي دفعه فقط لا غير وبالقسط علشان ما يوقعش الشركه، وكان هدفه من الموضوع ده ان هو يقف جنبي في تاسيس الشركه المصريه للاعمال الهندسيه. ده كان يعني من الحاجات اللي انا مستحيل انساها له، ومستحيل ان انا انكرها له، بالعكس يعني. استاذ احمد بدوي بنشكرك حقيقي، ونتمنى طبعا ان كل الناس تقدر تقف، يعني عندها المقدره تقف جنب الشباب في بدايتها، يقفوا زي استاذ احمد بدوي. انشطه المصريه للاعمال الهندسيه. تمام. الشركه المصريه للاعمال الهندسيه هي بصوره اساسيه شركه بتدور على مجالات الاستثمار المختلفه، مجالات الاستثمار الناجحه في اي حاجه. يعني احنا يمكن زي ما قلنا ان مجال المصاعد هو المجال اللي احنا بدينا بيه. مجال المصاعد من المجالات زي ما احنا قلنا برضو ان هو من المجالات الممتازه جدا والمجالات الجميله جدا، ولكن مجال بياخد وقت في تنفيذه. ففكرنا ان احنا نعمل حاجه تانية يبقى دوره العمليه التنفيذيه فيها سريعه، بحيث ان هي توفر سيوله اعلى. فدخلنا في مجالات التيار الخفيف بالكامل، كل مجالات التيار الخفيف، من اول كاميرات المراقبه لاجهزه الانذار للحريق وانظمه الحريق المتكامله، كل ما يتعلق بالتيار الخفيف دخلنا فيه. بعد كده الموضوع تطور شويه، يمكن هناك في السعوديه دخلنا في موضوع المقاولات، اشتغلنا في موضوع المقاولات، اشتغلنا في موضوع الديكوريشن، اشتغلنا في موضوع شغالين برضو كمان في انظمه حاجه اسمها البي ام يو او الكلينج سيستم. كان عندك خلفيه او خبره قبل كده مثلا؟ هل يعني مثلا مش هنقول اشتغلت، كان في حد من العائله ليها نشاط في المصاعد فعندك خبره لما دخلت؟ لان شايفه ريسك، ان حتى لما حد بيخش في شركه زي كده بتوفر كل الخدمات اللي خاصه بمنتج او بخدمه معينه، فلازم يكون عنده خبره. لكن حضرتك يعني وضح لنا بقى، هل كان في خبره؟ والله يا فندم احنا كانت علاقه العيله بالمصاعد ان احنا بنركب في المصاعد بس كانت علاقتنا بالمصاعد. يمكن انا اول واحد في العيله يدخل في مجال، سواء المجال التجاري في المصاعد او مجال الصناعه في المصاعد او مجال الكلام ده كله. ولكن هو فعلا من المجالات هو مجال ريسك جدا، هو مجال في حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا خلينا نقول على حاجة، اللي بيفتح مطعم مجرد ما يقدم المنتج او بيقدم الوجبة انتهت علاقته بالوجبة خلاص. لكن اللي بيقدم منتج مصاعد انت بتتكلم يعني معلش في عملية ضمان، في عملية صيانة، في عملية توافر قطع غيار، فهي عملية مستمرة وممتدة. بالظبط. طيب ندخل بقى في الجانب الاسري واللي احنا عرفناه ان طبعا يعني احنا عندنا في مبدأ كده بيقولوا عليه دايما وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وعرفنا بقى ان زوجة استاذ احمد المسلمي وبنت عمه استاذة ريهام المسلمي، طبعا بنشكرها لانها طبعا يعني ما حبتش تصور معانا تهرب من الاضواء واضح. بنحب ان احنا نشكرها طبعا ونعرف كان
دورها ايه؟ ده اول سؤال. وتاني حاجه طبعا بما ان الفرع الرئيسي في السعوديه والفرعين التانيين هنا في مصر، فاكيد طبعا حضرتك كنت متنقل، فده عمل ايه بقى في الجو الاسري؟ هو اول حاجه لو حد هيفضل يشكر الاستاذه ريهام فانا اللي هفضل اشكرها العمر كله. ريهام مش بس مراتي ولا قريبتي، ريهام دي هي سندي، وهي دايما بيقول لك الراجل هو السند وهو الظهر وهو لكن هي فعلا هي اللي وقفت جنبي، وهي اللي صبرت واستحملت كتير جدا. وكانت دايما يمكن في قصه مراحل حياتي وقعت كتير ووقفت كتير. كل مره كنت بقع فيها كان اول حد مش بيمد ايده علشان يشدني، لا ده اول حد بيزقني علشان يطلعني من الحفره اللي انا فيها كان ريهام. فريهام هي اللي كانت بصراحه يعني هي كل حاجه في حياتي مش بس في شغلي. ما شاء الله ما شاء الله. لكن انا هقطع حضرتك عشان اقول ما شاء الله، لان اللي بيتفرج يعني احنا برضو كل طبعا الشكر لكل المشاهدين، فحقيقي بنشكرها مره اخرى. وعايزين بقى نعرف حاجه، طيب كان سفرك وتنقلك ده بيأثر على العيله ازاي؟ يعني ما فيش مثلا الولاد ما بيجوش يا بابي احنا عايزينك شويه نشوفك بقى، ولا كانوا بيتنقلوا معاك، ولا كان الموضوع ماشي ازاي؟ اقول لحضرتك على حاجه، وانا بحكم شغلي وبالذات في الفتره الاخيره تقريبا ما بقعدش في مكان واحد فتره طويله، تمام؟ مش بس مصر والسعوديه، دول تانية وهكذا، بحكم طبيعه العمل وطبيعه الشغل وطبيعه الوكالات اللي الحمد لله معانا دلوقتي، زي وكاله رويال فوجي، زي فابري، زي مجموعه من الوكالات المحترمه اللي موجوده معانا، وكالات عالميه جدا. فبحكم الشغل وبحكم طبيعه الشغل بيبقى في سفر مستمر. ولكن اول حاجه هم على طول معايا، مش بس معايا في تحركاتي، يعني ممكن لظروف معينه زي ظروف مدارس، زي ظروف مثلا شغل معين، زي ظروف حاجه بيضطر ان في حد بيبقى موجود في مكان وحد تاني موجود في مكان تاني. ولكن فعليا احنا عيله متماسكه جدا وعيله مترابطه جدا وعيله تقريبا يمكن التكنولوجيا برضو شويه قربت، فتقريبا اللايف كاميرا تقريبا طول الوقت شغاله، واحنا في المكتب واحنا في الشغل واحنا في كذا، على طول حياتنا كلها دلوقتي. ودي طبيعه الحال. طبيعه الحال ان الانسان مش هيفضل قاعد في البيت ويقول البيت والأسرة والعيلة وكلام زي كده، لا، حط أسرتك وحط في اعتبارك ان وأنت تعمل فأنت تعمل من أجل عائلتك، تمام؟ لكن مش معنى كده انك تفضل قاعد في البيت. فهي مقدره جدا 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 انشغالي، مقدره جدا سفري، مقدره جدا عدم تواجدي المستمر، وانا مقدر لها جدا الكلام ده. وزي ما قلت لحضرتك احنا تقريبا طول الوقت وطول اليوم موجودين مع بعض، حتى لو احنا موجودين في اماكن مختلفه. طيب في الختام طبعا بما ان حضرتك يعني من الشباب المؤثر، حابه ان حضرتك تقول كلمه اخيره للشباب في ظل طبعا الظروف الصعبه وارتفاع الدولار، وطبعا ده سبب احباطات لكثير من الناس بالذات الشباب. فكلمه اخيره للشباب في ظل الظروف ممكن تقول لهم ايه؟ ونختم بالكلمه دي. والله يا فندم لو تسمحي لي، هو اساسا التكريم النهارده كان على اساس ان احنا الشاب مصري سافر بسيط جدا، الحمد لله ربنا كرمه واشتغل وعمل وكلام زي كده. فالكلمه اللي هقولها كلمه ما تقفش. بس القصه كلها قصه ان انت ما تقفش، طول ما انت بتتحرك، طول ما انت في نشاط. ده الواحد لما بيبقى فيه شويه برد بيقول لك يعني اتحرك، تمام؟ فدايما لو بطلت حركه هتتجمد في مكانك، لكن لو فعلا عايز تاخد خطوه لقدام اتحرك واشتغل، واوعى تخلي عائق من العوائق يوقفك. ببساطه شديده جدا حضرتك بتقول الدولار، الحروب نفسها ناس عملت منها مليارات، كويس؟ الحروب اللي هي الكوارث. فاستغل طبعا، استغل، اعرف كويس جدا زي ما بيقولوا كده من اين تؤكل الكتف. كل فرصه حاول ان انت تطوعها لحسابك علشان في يوم من الايام تعرف فعلا تاخد خطوه لقدام. حقيقي بشكرك أستاذ أحمد المسلمي، بشكر أستاذ أحمد المسلمي رئيس الشركة المصرية للأعمال الهندسية، وكمان أحد الرعاة لمؤتمر 100 شخصية مؤثرة في المجتمع العربي. وكلمة أخيرة مني للشباب، حتى لو وصلت لقمة الفشل أنا أعتبر قمة الفشل بداية النجاح.